السلام عليكم. انا حسناء صادق، اهلا بيكم في قناتي قناه حسناء صادق. شرف ليا متابعتكم، واللي بيشوفني لاول مره يا ريت يشترك، واللي متابع معايا من زمان ندوس لايك كده للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الثقه بالنفس مهمه جدا جدا للست وللراجل. الثقه بالنفس وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، الزمن الوحش اللي احنا فيه دلوقتي ده، لازم تبقي واثقه في نفسك علشان الكل يثق فيكي، وعشان يبقى ليكي وضع وقدر في المجتمع اللي انت عايشه فيه، وتعيشي مرتاحه نفسيا وما تجيش على نفسك كتير. طيب ايه العلامات اللي احنا ممكن نعملها، او الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بتبين لي ان انا مش واثقه في نفسي؟ انت ازاي تعرفي ان انت مش واثقه في نفسك؟ تعرفي ان انت مش واثقه في نفسك لو بتترددي كتير قوي قوي في اختيار لبسك. يعني تكوني نازله تيجي تبص تلاقي نفسك شلتي وجبتي الدولاب كله من اول لاخره، وتلبسي ده وتقلعي، وترجعي تلبسي ده وتغيري، وتلبسي ده وتغيري، والطرحه دي لا هشيلها، والطرحه الثانيه دي لا مش حلوه. فلو انت من النوع اللي هو بيحتار قوي في اللبس وبيتردد جدا 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 في لبسه وهو خارج، يبقى انت كده ثقتك مش كويسه في نفسك. ايه تاني العلامات اللي بتدل ان انت طول ما انت لو خرجتي ولبستي وخرجتي، طول ما انت ماشيه ما بتصدقي تلاقي مرايه قدامك وتبصي على نفسك وتبصي على شكلك فيها؟ ازاي؟ مرايه عربيه ممكن تبصي فيها، ازاز عربيه ممكن تبصي فيه، المرايات اللي في المحل تبصي تلاقي نفسك كل شويه. فكل اللي شاغل بالك وانت خارجه في الشارع ان انت تبصي على شكلك في اي مرايه تقابلك علشان تطمني على مظهرك وتطمني على لبسك. فده بيأكد ان انت مش واثقه في نفسك. ايه تاني بيدل على ان احنا مش واثقين في نفسنا؟ الاعتذار الكتير، ان انت دايما بتعتذري دايما حتى ممكن تكوني انت ما غلطتيش في اي حاجه، لكن انا اسفه انا اسفه، كلمه انا اسفه دي في بقك كتير جدا جدا جدا، مع ان ممكن انت تكوني ما غلطتيش ولا عملت حاجه، والشخص اللي قدامك هو اللي فهم غلط، او الشخص اللي قدامك هو اللي غلط، بس انت بتعتذري كتير قوي 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 قوي، وده سبب قوي جدا لعدم ثقتك في نفسك. لكن لو انت واثقه من نفسك، خلاص انا عارفه ان انا ما غلطتش، فانا هعتذر ليه او هقول للشخص ده انا اسف ليه. يعني لا، انا مش هعتذر ليه ولا هقول له انا اسف، لا انا واثقه في نفسي. ايه تاني؟ مقارنتنا بالاخرين. مقارنتك يعني تقارني نفسك بالاخرين، شوف هي بتعمل ايه وانا ما بعملش ايه، شوف هي ناجحه ازاي وانا مش ناجحه ازاي، شوف هي الناس كلها بتحبها ازاي وانا الناس مش بتحبني ازاي، اشمعنى في الشغل كلهم بيجروا عليها ويحكوا لها ويعملوها وانا لا. لا، في اسباب كتيره جدا ممكن تخلي الحاجات دي بتحصل. مش ان انت مثلا مش كويسه، او ان انت ثقتك في نفسك تقل بسبب حاجه زي دي. لا طبعا، ممكن في حاجات كتيره جدا تكون سبب في ده، فما تشغليش بالك ابدا ولا تقارني نفسك باي حد. ده بص هي جسمها كويس ازاي وانا تخنت، ده بص جسمها ازاي وانا رفيعه، ده هي اي حاجه بتعملها بتبقى حلوه، اي حاجه بتعملها بتبقى ناجحه، وانا لا، دي بتعرف تتكلم وانا ما بعرفش اتكلم. ما ينفعش ابدا تقارني نفسك بحد خالص خالص خالص. ايه كمان؟ ان احنا ما ينفعش نستنى راي الناس فينا. يعني مش مهم ابدا خالص راي الناس فيكي، يعني ما تقلقيش من رايهم. في ناس جدا بتقلق من راي الناس، يعني انت ادام عامله كل حاجه صح ما تقلقيش، بتقلق من راي الناس حتى في لبسها. انا هلبس ده، طب يا ترى هي يعني هيعجب الناس ولا مش هيعجب الناس؟ طيب انا هخرج بالشوز دي، يا ترى هتعجب الناس ولا لا؟ ده ممكن حتى في الاكل، لو عندك عزومه تبقي قلقانه وخايفه تعملي اصناف ايه عشان ما يعجبش الناس. فدايما دايما سيبك خالص 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 من الناس وراي الناس فيكي. بلاش راي الناس فيكي يسبب لك في قلق نفسي ليكي، ودايما تبقي قلقانه. لو لقيتي نفسك دايما قلقانه من اراء الناس فيكي انت في اي حاجه بقى، في لبسك، في اكلك، في خروجاتك، في شخصيتك نفسها، لو انت بتتوتري من اراء الناس يبقى انت كده في مشكله عندك، ولازم يعني تشتغلي على ان شخصيتك تبقى قويه شويه، وتشتغلي على انك تزودي ثقتك بنفسك. وان شاء الله الفيديو الجاي انا هعمل لكم ازاي تزودي ثقتك في نفسك، ازاي تزودي ثقتك في نفسك، لان دي حاجه مهمه جدا 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 لازم تشتغلوا عليها كلها. ايه تاني ممكن يدل قوي على ان انت شخص ضعيف الشخصيه وان انت مش واثقه في نفسك؟ اللي هو انت بتقبلي لوم الاخرين، بتقبلي لومهم وما بتدافعيش عن نفسك، ما بتحاوليش تدافع عن نفسك. يعني واحده قاعده تلومك في تربيتك لاولادك، ايه ده؟ انت ازاي بتعملي كده؟ انت ازاي بربيها كده؟ ده مش نافع خالص، ده انت مش عارف ايه. يعني تروحي ساكته، اعمل ايه بس، والله تعبني، والله مبهدلني، اعمل ايه؟ وبتقبلي بالنقد بتاعها وباللوم بتاعها وما بتدافعيش عن نفسك. المفروض لا،
انا عملت كذا وكذا بس هو عمل ده مش عارفه ليه. هو ممكن يكون بيقلد حد من المدرسه، ممكن يكون بيقلد حد من الشارع، ممكن يكون بيعمل كذا وانا هتصرف معاه. تحسيها كده ان انت واثقه في نفسك وما تقبليش باللوم وتدافعي عن نفسك. لو حد برضو بيلومك في تصرف انت عملتيه، انت خدتي قرار معين وتصرفتي في حاجه معينه، وبتحكي لواحده صاحبتك او بتحكي لحد من جيرانك ولقيتيها هي بتقولك ايه، بتنقدك وبتلومك وانت عملت كده ليه، تروحي متراجعه صح، ايه اللي خلاني اعمل كده، يا خبر يا ريتني ما عملت كده، يا ريتني ما اتصرفت التصرف ده، يا ريتني ما رديت عليها كده ولا قلت لها كده. ليه؟ لو قلت كده يبقى انت مش واثقه في نفسك. ليه؟ ما انت لما قلت كده ولما اعترضت ولما رديتي عليها بالطريقه دي وتصرفتي التصرف ده انت كنت واثقه انه صح، كنت مقتنعه انه صح. ليه غيرت رايك لما هي لمتك؟ لا، اي حد يلومنا في تربيه ولادنا او في تنظيف بيتنا او في حاجه احنا بنشتريها، لو حتى نوع اكلنا، لو تصرفات احنا بنتصرفها، ندافع عن نفسنا. يبقى انت كده واثقه في نفسك، يبقى انت كده صح، واثقه في نفسك صح. لما تقول لها لا ده كان لازم اتصرف مع التصرف ده كان لازم ارد عليها الرد ده لان هو ده الرد اللي ينفع مع الشخصيه دي، ما انا لو ما ردتش كده كان ممكن رد فعلي يبقى كده. ويكون ليكي دماغ بتفكر وردود افعال سريعه، ما تقعديش تسمعي منها وتحبطي وتقولي تلومي نفسك ده انت معاكي حق، ده صح، وبعد كده اما تروحي البيت ايه ده، هو انا ليه سبتها تعمل فيا كده، هو انا ليه ما ردتش عليها وقلت لها لا ده الصح ان انا اعمل كده، هي ليه عملت فيا كده، وتروحي مطنشه وساكته وما تردش عليها تاني. اصبحت التانيه خدت بالها ان هي بتاثر فيكي وبتاثر عليكي بكلامها وبتغير منك وبتقلل ثقتك في نفسك، فهي كده فخوره بنفسها، هي كده واثقه بنفسها، فهتلعب على الحته دي. ممكن تكون هي كان اصلا ضعيفه الشخصيه مع ناس تانية بس جايه تعوضه فيكي، جايه النقص اللي هي عندها ده بتعمله فيكي انت وبتحطه عليكي انت وبتعوضه فيكي انت. فدي حاجه مهمه قوي قوي، ما تسيبيش حد ابدا يلومك او حد ابدا يعاتبك وانت ما تدافعيش عن نفسك وتقفي كده مستسلمه وتقفي كده مش عارفه تردي عليها. خدوا بالكم من الحاجات دي جدا جدا، ولو هي موجوده في شخصيتك استني الفيديو الجاي على انك ازاي تقوي شخصيتك وازاي تلعبي على ثقتك في نفسك علشان الكل يثق فيكي. لو انت بتثقي في نفسك كويس جدا الكل هيثق فيكي لان هيشعروا بالحته دي فيكي وهيحسوا بالحته دي فيكي، فهم كمان هيثقوا فيكي. وانتي لو شخصيتك قويه كله هيعرف ان شخصيتك قويه، محدش ابدا هيجي عليكي، محدش ابدا هيأذيكي ولا يضرك نفسيا او يجي عليكي علشان عارف انك ضعيفه الشخصيه. وده ما اكثر الامثال حوالينا في الموضوع ده. فحاولي دايما شخصيتك تبقى قويه، وحاولي دايما تبقى ثقتك في نفسك قويه لو فيكي العلامات اللي انا قلتها دي، ولو بتعملي الحاجات اللي انا بقولها دي. استني الفيديو الجاي ان شاء الله ان ازاي نقوي شخصيتنا وازاي نثق في نفسنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم.